ازيكم. هو في المخبر لازم يعدي علينا كل سنة في الكريسماس، ويمكن المناسبات الشبيهة، لأنه إنسان الرجعية الدينية هو إنسان تخريبي. مش الفكرة إنه حد يحتفل أو ما يحتفلش، هو مش عاوز أصلا يكون في آخر مختلف أساسي، فهو بيقعد متربص بأي شكل من أشكال الاختلاف، حتى على المستوى الاجتماعي أو مستوى الاحتفال الديني أو شبه الديني أو الاجتماعي اللي بيحصل في الكريسماس. هو أصل الكريسماس دي فترة الكريسماس دي فترة فيها شيء من الاختلاط ما بين 25 يناير ورأس السنة اللي هو 31 25 عفوا ديسمبر و 31 ديسمبر و7 يناير. كده ولا كده هو إنسان الرجعية الدينية إنسان يكره أي مختلف ويكره وجوده أساسا، فلما يعبر عن هذا الوجود من خلال الاحتفال طبعا بيبقى ايه منتهى الكراهيه. هو برضه انسان الرجعيه متبرمج على انه يبقى بضين، زي جاز التعبير يعني. حاجه كده خلطه كده من البواخه واللزوجه والنطاعه. يعني انا مش قادر افهم، يعني انت مش عاوز تحتفل عنك ما احتفلت يا اخي، ما تحط بنط في بيتكم ولا في كفر ببربور حيث انت. يعني محدش قال لك يعني انزل احتفل. يعني ناس بتحتفل بقى سيبها في حالها، لا، هو لازم يروح يبدن عن الاخرين. وهذه البديانه بتاخد درجات ومستويات. زي ما تقول كده هو بيعمل دلوقتي المرحله اللي موجوده في مصر دلوقتي هي مرحله التلويث والتطبيع مع هذا الوطيان او هذا النوع او هذه التفصيله من الوطيان. هو يعني ممكن جدا ناس كتير تبص للموضوع ده لانه موضوع هايف وتافه وبتاع، والحقيقه احنا كافه المواضيع اللي بنقعد نناقشها فيها قدر من التفاهه والانحطاط. تبقى يعني حاسس انك انت عمال تالف في مخلفات قذره، تبقى عاوز تجيب جوانتي وتحط كمامه وحاجه يعني منحطه جدا عشان تقعد تتكلم في حاجات زي كده. يعني حاجات زي الاحتفال بالكريسماس مثلا، يعني حاجه فوق الخيال. يعني انا يعني عشت فتره كبيره جدا من حياتي الموضوع ده ما بيخطرش على بالي اساسا. يعني معدي قدام محل مثلا ولا في مول ولقيت شجره الكريسماس، تيجي متصور جنبها فرحان بيها وخلاص. يعني حاجه سيمبل، يعني ما فيهاش اي اعتبارات. لكن طبعا تأبى الرجعيه الا ان تسمم كل شيء في حياتنا. وهي دلوقتي في مرحله ضخمه، عمليه تخريبيه تاريخيه تستهدف القبض على السلطه في مصر، وده بياخد مستويات ملهاش حصر وفي ادق التفاصيل واتفه. يعني لسه في تفصيله صغيره مش عارف في البحيره كانوا مطلعين قرار الست ما تقعدش قدام في الميكروباصات، حاجه كده حاجه جنان كده يعني. لا بس ده يعني بيتعمل يعني على كل المستويات. هو انسان الرجعيه الدينيه منتج اساسي عندنا، هو الديفولت بتاعنا. فبعد كده بيتستف بقى ايا مكان مكانه، سواء بقى كان واحد قاعد من سكان كفر بربور بيشم جله، ولا قاعد في كومباوند مش عارف مين بيشم كله من مثقفين الحشاشه، ولا يعني ايه بيطلع في مستوى تنفيذي يبقى رئيس حي ولا مدير موقف. في كل مكان هي عمليه ضخمه متكامله لتخريب الحياه في الحقيقه يعني. وطبعا كلهم مش بيبقوا هدفهم تخريب الحياه، هدفهم انهم يعملوا ابلكيشن او فرض للرؤيه الرجعيه، رؤيه ماضي شبه جزيره العرب على الحياه. وليه ديت بتبقى رؤيه تخريبيه، يعني نهايتها تخريب هذه الحياه، لانه بيبقى قيم وتصورات منتهيه الصلاحيه. فحسب التمكن بقى، يعني والله لو هو شخص كده ممكن يكتفي بانه ايه ما يحتفلش وما يشاركش الاخرين في الاحتفال، وده له معنى. يعني مثلا لما تبقى انت مثلا واحد مسيحي في الشغل ومحدش يعني عاوز يعني بيقول لك كل سنه وانت طيب، ولا حد بيعبرك، او حتى لو انت في المناسبات الكويسه عندك، مثلا زي مثلا لو احنا عملنا جينا في عيد الفطر وجبنا شويه كحك وزناهم على الناس، وكان في واحد مسيحي بياخد بياكل معانا والدنيا حلوه. لكن طب العكس بقى، جاء مناسبه مسيحيه فجاب شويه حلويات ووزعها، تبص تلاقي ايه الاخوه الراجعين واخدين جنبه ما بياكلوش منها. فهي في عمليه ضخمه تخريبيه في مصر هنا على كل مستوى. في هذا المستوى بتعمل برضو من ضمن ما تعمل نوع من العكننه والتضييق بغرض التطفيش للمختلف المسيحي او المختلف العقائدي او المختلف الديني المسيحي.
وعشان كده الموضوع ده مش بسيط، يعني ما تفكرش يعني في تطبيع مع كراهية الاحتفال بأي مناسبة غير عربية قديمة أو غير دينية رجعية. يعني أنت ما حدش حاشك إنك تحتفل بشكل وأي طريقة، بس هو طبعا هذه الطريقة في النظر للحياة تشمل كل شيء. أنت هتلاقي قطيع أو قطاع من الرجعوية يجوا عند حتى مولد النبوي ويحرموا الاحتفال بيه باعتباره إنه ما وردش به نص قديم. لكن على كل حال إنسان الرجعية الدينية هو كده ولا كده تخريبي، والعقل الرجعي قايم على منطق او على عقده من النقص والاستعلاء. والنقص ده ممكن ياخد اشكاله بقى، يعني لما بيشوف احتفال الاخرين ده بيشغل عنده العقدتين، هو بيبقى عاوز يخرب هذا الاحتفال. يعني شيء غريب، انت مش عاوز تحتفل مثلا في مجتمع، مفيش مجتمع مش مختلط، سواء بقى كنت يعني رايح اوروبا فانت هناك وسط مجتمع انت فيه الاقليه او عددك قليل بالنسبه للاخرين، او راجل مهاجر ما عيش وخلاص، انت جاي اصلا تسعى لحياه افضل، والناس صنعوا الحياه الافضل من خلال قبول التنوع والاختلاف، انما انت رايح تخرب عليهم حياتهم يعني. او لو في مجتمع زي عندنا كده عليها هيمنه دينيه رجعيه عربيه قديمه 1400 سنه متصله والدنيا بايظه اصلا عندك، ما انتش محتمل، مش محتمله اساسا، لكن ما بتشتغل برضو عشان تخرب البقيه، او الشيء اللي حاولنا نعمله في العصر الحديث ان احنا نعمل حياه افضل من خلال الحداثه، في سواء بقى في تمثلها في شكل الدوله او في شكل المعاملات والاخلاقيات اللي بترتقي بالانسان شويه عن الانحطاط الاعرابي القديم التخريبي. فعندك العقل الراجعي بيبقى عاوز يعني حياه على مقاسه بالظبط، يعني ناس عندها غزوه بكره فما ينفعش تحتفل، وما ينفعش تشوف حد تاني بيحتفل، هو اصلا ما ينفعش تشوف حد تاني مختلف، لانه الحد التاني المختلف ده هو غزوه بكره. احنا هنشوف النهارده يعني لما تيجي بعد شويه مشاهدات او صور او يمكن حتى كمان مقاطع فيديو اشكال من غزوه بكره. غزوه بكره ممكن تبقى ضد شجره كريسماس، هو انسان الرجعيه عقله صغير، انت بتحس انك بتتكلم اطفال او بتتعامل مع ناس عقل طفولي هايف، ويا ريته خايب وخلاص. هو يا جماعه المواضيع دي خطيره جدا، خطيره، وهي تمهيد او اشاره واضحه تماما للخراب الجاي، وهو هيبقى خراب شديد الدمويه فيما اتصور، واتمنى ان اكون غلطان في تصوري ذلك. فتلاقي يعني هو عقل كده عنده هذه الرغبه في انه يخرب، عنده هشاشه في تصوراته، وعنده تصور انه ايه، انه يشوف الاخرين بيحتفلوا بمناسبه او يشوف صليب على كنيسه ان ده يعني ايه ضد، هيخرب عقيدته، هيخرب تفكيره. حاجه غريبه جدا يعني. واحنا شفنا كتير جدا مقاطع من الناس مهاويس، بس هو طبعا الهوسه ديت لها اساس، يعني هتلاقيها موجوده عند عموم الجماهير، درجات منها واشكال منها. تلاقيهم مثلا في بلد يمكن كمان بلد اوروبي، هو راجل لاجئ يروح مثلا عشان يكسر كنيسه بتاع ده صليب، ولا يروح يخش كنيسه ويعمل شويه هرج ومرج فيها بالخبلانات بتاعته. ف عموما هو حتى داخل النطاق الديني الراجعي الاعرابي القديم ده، نطاق هيمنه الخرافه العربيه القديمه على العقل والحياه، بتلاقي فيه نزوع ضد كل تعبير عن الفرحه والجمال والاحتفاء باللحظه، باعتبار ده يعني نوع من انواع الاستفزاز للمفهوم الاساسي في الرجعيه الدينيه، ان احنا ناس غزاة وعندنا غزوه بكره، ما احناش اهل حضاره، احنا اهل خراب، واحنا اصلا مش جايين عشان نحتفل في الدنيا ولا نفرح، يعني احنا جايين في واقع مؤقت، ترانزيت الدنيا دي، يعني ترانزيت عشان خاطر الاقامه الدائمه هتبقى هناك في الاخره. وطبعا احنا خايفين جدا في الاخره ديت لا نخش النار، ونفسنا نخش الجنه، وبالتالي الحياه ديت اداه لتحقيق هذا المراد اللي بيمر من خلال تحقيق المراد الرجعي، او الاذعان الكامل للرؤيه الرجعيه للحياه، وهي رؤيه تخريبيه ضد اي بهجه وضد اي اختلاف وضد اي مساحه انسانيه خارج المنظور الرجعي، وضد اي شخص عاوز يعيش حياته بشكل طبيعي يعني علنا من غير اعتذار ولا تبرير. فهتلاقي في تربص كمان يعني حتى بالمشاهير،
محمد صلاح برضه قاعدين مستنيين هيعمل ايه. والراجل يعني يبدو ان هو مع الوقت بيبقى اكثر نضجا، ومع الوقت بيبقى اكثر وعيا وبيقاوم. فهتلاقيهم بس برضه قاعدين متربصين بيه. وكمان يمكن انا يعني في مره واحد بقى الناس برضه ممكن زي جورجينا مرات كريستيانو رونالدو تبقى برضه هدف للملاحقه والتشويه. واحده في صفحتها مشهوره طبعا، يعني غالبا الصفحات بيديرها ناس يعني، بس المعنى واضح. اما القطيع الرجعي بيبقى عاوز يعني ايه يتعقب اي مظهر للبهجه والاحتفال والاختلاف ايا كان مكانها، والشغل بيشتغل بقى حسب الاقتدار. وهنا بقى في مصر هنا الاقتدار ده لما يوصلوا للحكم الكامل هيقضوا تماما على اي شكل من اشكال الاختلاف، وهيرفعوا شعارات عشان خاطر المجتمع الدولي يدوا منظر كده، بس هيشتغلوا من تحت لتحت زي ما هم شغالين دلوقتي، من اجل انه مصر ما يبقاش فيها اي مختلف ديني. والاشكال انه الموضوع ده هينتهي برضه بتخريب الحياه وتخريب هذا الواقع وتخريب هذا البلد. والفكره في تعقبهم للمشاهير مش لانهم بيعملوا حاجه غلط، لا لانهم بيدوا مثل للاخرين. يعني محمد صلاح لما يقعد كان في المغرب، دلوقتي احنا هو بيشارك في بطوله الامم الافريقيه وله دور كبير يعني شغال هناك. فهو ايه الراجل مش في كل سنه بيبقى بيقضي الكريسماس مع اسرته الصغيره وبينزل الصوره. السنه دي بقى ما كان كده في المغرب في الدوره دوره الامم الافريقيه او كاس الامم الافريقيه. فقام جاي منزل صوره بناته، طبعا يعني القطيع الراجعي هاجا وماجا واشتغل زي ما احنا عارفين. حاجه يعني منتهى الانحطاط. يعني انا افهم ان محدش قال لك يا وانت قاعد يعني صور البقرتين بتوعك وجنب شجره الخروب اللي عندكم او ونزلها يعني. محدش ارغمك انك تحتفل عنك ما احتفلت يا اخي، مش عاوزين منك. بس لا ازاي يعني ما ينفعش. هو لازم يبضن او يحط على الايه الاخرين ايا ما كان يعني. وانا يعني اللي شايفه او اللي رصده هنا مش ان ده مجرد اختلاف مثلا في الاراء ولا غيره على الدين حتى يعني. دي عمليه تخريبيه كامله الاركان ومتكامله، وهي رساله تطفيش وتضييق، تهديد ناعم، وساعات خشن ضد المسيحيين. وطبعا اللي بيحصل في سوريا مثلا لما يجيب لك مقطع فيديو كده هم بيحرقوا شجره كريسماس، او في فلسطين في جنين يعني. حاجه غريبه جدا. ده هيبقى برضو حاجه هتحصل هنا في مصر يعني. هي بس هي يمكن القبضه الامنيه شديده شويه، بس هم متربصين لما تضعف حبتين هيشتغل يعني. اوعى تفكر يعني، وده معناه خطير برضه. فلكن هم بيشتغلوا دلوقتي في مصر على اساس انه يهيئوا النفوس ويطبعوها مع هذا الوطيان. يعني لما تبص تقول ايه يعني ده اللي بيحصل ما عادي يعني. بيخشوا سوق مثلا كريسماس في المانيا ولا الدنمارك ويقعدوا يعملوا شعارات بتاعتهم، وهم لاجئين اصلا يعني، ناس رايحه جعانه يعني عايزه تعيش. ما تفهمش. عقليه غريبه، عقليه تخريبيه غريبه، مش مجرد ناس مختله يعني. ده خلل، ده تشوه عقلي يعني مختلف عن فكره الخلل العقلي يعني، او انسان مريض عقليا ده انسان يستحق الشفقه وكده. لكن هؤلاء لا يستحقون اي درجه من درجات الشفقه. فاي فيديو او مقطع فيه حرق لشجره الكريسماس بيجي مصر، طبعا الناس تقول احنا طبعا كده ولا كده في باروسنتريزم، واحنا محطوطين في سله واحده مع بيض كله محطوط في سله واحده مع مع مجموعه من البشريه الرجعيه او الكيانات الاعرابيه المحيطه، سواء بقى في فلسطين ولا في سوريا ولا في كل الكيانات اللي حوالينا ديت الاعرابيه والمستعربه اللي عندها نفس الاحتلال الرجعي اللي عندنا، وسبقتنا في الانهيار والفوضى. الكيانات دي طبعا بتقدم لنا نماذج. طبعا القطيع اللي هنا العصابه الاعرابيه المحتله لحياتنا عندنا هنا بتاخد الحاجات دي نماذج وامثله بتحقق منها ما تستطيع منه حسب الاقتدار. لكن في وقت معين هتشتغل يعني، وهتلاقي محاوله دايما لكسر الاحساس بالامان، وعمليه تربص ورسائل انه دايما يعني انه الاخر المختلف ده لازم يعني لازم يعني ايه يتبط ويتحط وما يظهرش اي مظهر من مظاهر الفرحه ولا الاحتفال باعياده او مناسباته. وبعدين
لما يبقى عندنا مثلا سياحه في بعد اقتصادي يعني غير البعد الاجتماعي، والمفروض بقى في السياحه بنعمل شويه حبشتكنات، يعني ناس سياح جايين وهيقضوا الكريسماس مثلا في شرم ولا عند دول، المفروض الناس دي إيه يعني مصدر رزق، فلوس فلوس. لا، انسان الرجعيه الدينيه مع ربنا يغنينا ما فيش، ما بيحتاجش بس هو طفش السواح، يخرب الحياه، وتخريبي في اي مكان يعني فعله. فيعني حاجه كريهه جدا وشامله العالم كله، يعني التخريب ده او الشكل ده من الوطيان والانحطاط التخريبي الاعرابي القديم ما بيقفش عند حدود الجغرافيا، هو متجاوز الجغرافيا، لان هو اصلا ما عندوش هو حدود وطنيه، ولا هو اينما كان المختلف هو وراه يلاحقه بنفس الانحطاط والوطيان والتخريب، وبنفس اللغه وبنفس المنطق. منطق يعني ايه؟ طفي النور، طفي النور، يعني اي مكان فيه احتفال، فيه بهجه، فيه نور، فيه، هو عاوز ضلمه، هو عاوز كله يبقى كله بيشرب بول بعير. يعني انت هو بالنسبه للانسان الرجعيه الدينيه كاس البول البعير انضف وافضل من كاس النبيذ. الرجعيه عداء منظومه شامله معاديه للحضاره الانسانيه، عداء شامل للحياه وللانسان. يعني انا بسميها الانتي حضاره، زي ما الانسان عمل حضاره ففي الانتي حضاره. ومفيش منظومه ثقافيه كده في العالم هي بس الرجعيه الدينيه. الرجعيه مش مجرد فكر محافظ ولا تشدد زائد، ده مكنه او آلة تخريب شامله ومتكامله. يعني التخريب اللي بيحصل على مستوى المرأة مع الفن مع السياسة مع الاقتصاد كله بيتكامل في بلد زي مصر كده علشان يخربها. لكن هو طبعا هدفه لا، تخريب العالم كله والحضارة الإنسانية كلها. عداء غريب جدا للفرح، وعداء للإنسان، عداء لمجرد حتى في كافة التفاصيل حاجة احتفال. الحياة تعاش، يعني انت جيت الحياة عيشها. طيب انت مش عاوز تعيش، موت لوحدك يعني، او تبطل تحط لوحدك. لا، هو لازم يفرض. هي مسألة سلطة زي ما وضحنا كتير، احنا قدام تنظيم سياسي، يعني هو مقنع بالدين واخد شكل ديني، لكن هو في الحقيقة تنظيم سياسي. الموضوع مش دين ولا غنى على العقيدة، يعني ده أصيل للحياة نفسها. يعني المسألة عميقة جدا وخطيرة، وعشان كده احنا بنقف عند الحكاية دي. يعني انا واحد ساعات يقول لنفسه يا واد بلاها، كلام فارغ يعني، ده ايه نقعد نتكلم في ايه يا جماعة؟ بس لا، موضوع خطير. يعني مجرد مش حاجة بسيطة كده واحد بلطجي يعني يتهددنا بهذا التخريب، فينبغي ان احنا نرصده على الاقل وما نسكتلوش، لانه هو شويه بشويه بيلتهم حياتنا وبيخربها. وعلى الاقل ان احنا بنحاول نرصد الحكايه ديت، يعني نشوف بقى السنه الجايه لو عشنا وكان لنا عمر، نشوف في تزايد ولا لا. انا شايف انه الموضوع في تصاعد في مصر بالذات، في عمليه مع الوقت بيمدوا سلطانهم لكل تفصيله في الحياه، ما بيسيبوش اتفه التفاصيل. حتى تفصيله الست تركب في الميكروباص قدام، تركب شو كده يعني. وده هيتكرر على فكره، يعني نموذج دايما الرجعيه بتستفيد من سهوله الاتصال في العصر الحديث، انها بتاخد الحاجات يعني اوطى تنوعات اشكال الوطيان. يعني انسان الرجعيه الدينيه في مصر هنا شاف الناس بتحرق شجره الكريسماس وهي بتكبر هناك في غزوه، لازم يعمل الغزوه دي هنا برضه. فالانسان الرجعيه بقى فكره عندنا غزوه بكره دي، يعني طبعا ما عادتش زي زمان بقى هناخد شويه الخيل بتاعتنا ونهجم على الناس الامنه المطمئنه في اماكنها البعيده فجاه الفجر. لا، اصبحت دلوقتي هي في غزوات. فكره غزوه بكره دي اصبحت لها معاني كثيره جدا وملهاش حصر، يعني ولها اشكالها وطرقها. فهنيجي بقى في الكريسماس، ففي غزوه الكريسماس بقى لازم نشتغل فيها. فهتلاقي كل سنه بنفس الطريقه، عقل دائري، عقل ما فيش حركه للامام، اعاده انتاج لذات نفس الانحطاط. ادي ابن الحويني، حاتم الحويني، انا مسلم لا احتفل بالكريسماس. عنك ما احتفلت يا اخي، محدش قالك احتفل. انت غريب جدا يعني. بس دي توجيهات تخريبيه للقطيع، يعني خدوا بالكم. يعني هو ايه؟ مش بس كده، لانه الموضوع ايه؟ المسلم ليس تابعا لاحد، المسلم متميز يا عم مسلم مين يا عم؟ ده انت كده بتتكلم، انت لا تخاطب انسان عنده دين، ده انت بتخاطب اعضاء في تنظيم يعني. كن مفتخرا بدينك ولا تكن مقلدا، الاحتفال بالكريسماس حرام فلا تحتفل به. حاجه غايه في الانحطاط يعني. وكان هل كان في ماضي شبه جزيره العرب اصلا كريسماس ولا كده؟ على فكره انت ما تلاقيش في الاصول الدينيه اي كلام من الكلام خالص على الحقيقه يعني. يعني في الاصول الدينيه فعلا ما فيش الكلام ده، عادي يعني.
لكن الاتيتيود ده اساسي موجود دايما. اتيتيود هذه الكراهيه التي تاخد شكل مقدس، تاخد شكل بقى ايه، مواعظ وحكم ونصوص وشروح الى اخره. وانا واحد زي ده، انا يعني الراجل الغريب محمود السيئات ده، شيخ فلسطيني قاعد في تركيا، على فكره مشبوه ومتهم بانه خد في اتهام كده، شبهات كده يعني حوالين انه خد من التبرعات اللي كانت مبعوثه لغزه وحاجات من دي يعني. تخيل تحتفل بالكريسماس وانت في شهر رجب من الاشهر الحرم، متنيل على عينك ايه ده؟ مش ممكن يعني حاجه. الاشهر الحرم، أيوة. حرم مين يا ابني؟ يعني هذا في العصر الحديث في حاجه اسمها اشهر حرم؟ في الحداثه مفيش حاجه كده، مفيش كلام ده. يعني اشهر يحرم فيها القتال، ده في ماضي شبه جزيره العرب كانوا جايين قبل الاسلام كمان، اصلا الحاجات دي كانت موجوده قبل الاسلام. كانوا بيحرموا او بيمنعوا عن انفسهم، او في عرف كده سائد ما بين القبائل، محدش ينط يفط على الثاني ويسرقه وينهبه في فتره، في كذا شهر كده، 4 شهور. ليه بقى؟ علشان يعني الشهور دي يعني زي ما تقول هدنه، وبيبقى فيها قوافل تجاريه، وفي بقى موسم حج وبتاع. طبعا كان في حج في الاسلام، امال ايه. المهم يعني آه، لكن هو بيستعير، هو عاوز تفاصيل ماضي شبه جزيره العرب على مستوى اللغه وعلى مستوى كل حاجه، فبيعمل تلفيق ولزق كده يعني. إيه الواقع بتاعنا؟ ايه اشهر الحرم والكريسماس؟ ايه الكلام الغريب ده؟ انما ناس منتهى الوطيان، يعني عاوز تشوف الوطيان هو اهو. وادي نوع. هل رايت نصراني؟ شوف بقى التدليس والتلفيق. هل رايت نصراني؟ طبعا التعبيرات العربيه بقى، ما اقولش المسيحيين، مسيحي نصراني. لما تسمعها من سلفي هتموت من الضحك، بينطقوها بشكل كده، في تحس بولي البعير يفوح من بقه. هل رأيت نصراني اشترى تيس يوم الأضحى وذبحه؟ يعني أصلا هو أنا قلت لك إنه الكريسماس، طبعا احنا في طوائف ومذاهب مسيحية، وبعض الناس بتعتبر إنه ميلاد المسيح كان 25 يناير، واحنا هنا في مصر معظم المسيحيين أرثوذكس، والاحتفال عندهم في 7 يناير وفي رأس السنة. طبعا هو أصلا يعني حتى ده مش يعني مش في الأصول اللي يعني ملوش يعني مش مسألة طقس ديني هو، ولا عبادة ولا عقائدي، هي مسألة اجتماعية ويمكن كمان اقتصادية. الأعياد دي أصلا يعني يمكن في مجتمعات رأسمالية واستهلاكية، الأعياد دي مناسبات كويسة عشان نحرك السوق. يعني نعمل حاجة اسمها عيد الأم، وكل يروح يشتري هدايا للأم علشان خاطر إيه؟ لأن مجتمعات استهلاكية، مجتمعات بتنتج وبتبقى قايمة على إيه؟ الإنتاج والاستهلاك، الإنتاج والاستهلاك، فلا بد يحصل العجلة تدور يعني. ده بعد يعني. طبعا انسان الرجعيه الدينيه ما عندوش الكلام ده، هو طبعا راشق زي ما انت شايف كده، بيخلط بقى. هو حد قال لك روح القداس؟ طب انك تجيب تيس خروف وضب وتذبحه في عيد الاضحى، انت حر يا عم، اذبح اثنين على عينك، حد حاشك يعني. بعدين المفروض اصلا مفيش حاجه كده اصلا في دوله الحداثه، المفروض مفيش حاجه اسمها تذبح بايدك خروف، المفروض في حاجه اسمها مذبح، معلش يعني. انما تذبح في الشارع كده زي ما بنشوف. بس anyway، ايه دخل ده طقس ولا احتفال؟ شجره عيد الميلاد ونسهر ونفرح ونغني ونرقص، ايه يعني؟ ايه دخل ده بالطقوس الدينيه اساسا؟ هل سمعت عن هندوسي صلى العيد مع المسلمين؟ طب دي صلاه. يعني هل رايت ملحد ليس لبس الاحرام دعما للحجاج؟ هل سمعت عن بوذي صام رمضان؟ ولكن راينا مسلم منبطح يشتري شجره الكريسماس ويحتفل. شيخ مدلس، شيخ مدلس، حاجه يعني. هو بقى ايه يعني؟ هنا طبعا النظام جوه نفسه، النظام فيه اختلافات، يعني في درجه من المشايخ او ناس ضمن المنظومه الرجعيه بتقول يعني عادي، يعني ايه يعني، ما انا شايف ان ده فعلا بيبقى احتفالات لها. يا اخي حتى لو احتفال ديني خالص، برضه بيبقى له فيه ايه، ابعاد اجتماعيه يعني. عادي يعني ايه يعني، ما انت في مولد النبي عادي ان المسيحيين بيجيبوا حلاوه، وحلاوه المولد وياكلوا عادي يعني. واحنا لو في الاعياد المسيحيه، ايه المشكله لو جبنا شويه سقف نخيل وعملنا معاهم شويه الاشكال الحلوه اللي بتتعمل ديت، ولا جينا في الكريسماس حطينا شجره واحتفلنا، جو جميل، الحياه حلوه يعني.
لا، هو طبعا الرجعيه ضد اي تمثل للاخر اصلا، خاصه بقى لو التمثل ده بشكل احتفالي يعني. وبالتالي يبقى ايه، الناس بتوعي اللي هم الاعضاء في التنظيم الرجعي الاعرابي اللي هم اللي المفروض يتشرسوا ويبقوا ممتلئين بالكراهيه، يظهروا موده ومحبه واحتفال وبتاع، لا ما ينفعش. الجنود بتاعنا لازم يبقوا جامدين، مش فيهم شراسه، ده احنا رايحين بكره. يعني فاحنا نعمل بقى الاحتفالات دي هي موضوع الغزو بقى. وادي بقى ايه الشكل الاخر بقى إيه؟ واما التهنئه بشعائر الكفر المختصه به فحرام بالاتفاق. لا لا طبعا بيستعملوا النت يعني انت يا عم لو انت مع الكفر ده طبعا ما تستعملش بقى منتجات الكفر. يعني انا بندهش جدا من الناس الغريبه دي، يعني حاجه منتهى الانتهازيه والوطيان. وايه، واطي ولا يدري انه واطي، انسان الرجعيه الدينيه واطي ولا يدري انه واطي. مش شايف في ممارساته هذا القدر من الانتهازيه انت طالما انت بقى عايش كده، انا ما عنديش اي مانع فعلا انك تعيش حياتك كراجل راجل بكامل الفكر. عيش بقى في حياتك كده، خد بقى ايه 3 حجرات واطلع على الخلاء، وسيب الميه اللي معمول لها تنقيه بتقنيات الحداثه، وسيب الاكل اللي معمول له انتاج بتقنيات الحداثه، وسيب الهدوم اللي انت لابسها بمكن كده. انا افهمها بقى كده، اخليك متسق مع ذلك. انما انسان الرجعيه الديني عاوز يجيب منتجات ماضي شبه جزيره العرب القيميه ويحشرها في الواقع بالعافيه، فهتخرب طبعا. فحاجه غريبه جدا يعني. حرام بالاتفاق. اتفاق مين؟ كمان مفيش اتفاق على فكره، في التدليس بقى والكذب يعني. مثل ان يهنيهم باعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك او تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا ان سلم مش عارف ايه يعني. ولا ارى ملوش لازمه الكلام ده. نقرا الكلام ده يعني. الاستاذ محمود عوض له مقاله طريفه في الموضوع ده، اظن يعني من الجيد ان احنا نقولها. بمناسبه خناقه كل سنه وموضوع تهنئه غير المسلمين باعيادهم، تعال اقول لك اصل التحريم جه منين. الأول لازم تعرف أنه لم يذكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي نص صريح أو ضمني بيحرم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، لا قول ولا فعل. النبي عاش في مجتمع فيه يهود ومسيحيين ومشركين وتعامل معهم بالحسنى، لكن لم ينقل عنه تهنئة أو منع صريح، فالمسألة فضلت في منطقة العادات والعلاقات الاجتماعية، لا في دائرة العبادات والمحرمات. ما فيش معلش يا أستاذ محمود، هو طبعا التعامل مع اليهود كان معروف يعني. والمسيحيين ما كانوش قاعدين مع الرسول في المدينه، فما كانش فيه مشكله كبيره معاهم يعني. مفيش بقى يقول لك نصارى نجران ومش عارف قصص كده، بس يعني ايه التعامل بالحسن ده في السيره ما فيش يعني الموضوع محتاج مراجعه يعني، بس anyway يعني. المهم فعلا هو فعلا ما فيش ايه صريحه بتقول لا تهنئوا، وما فيش حديث صحيح واحد جاب سيره كلمه تهنئه اصلا. وغياب النقل عن النبي في الفعل او المنع يخلي المساله خارج دايره التحريم القطعي زي ما بيحصل حاليا. طيب الموضوع وصل للتحريم القطعي ازاي؟ بص، هو في العصر الحديث بعد احباط محاوله النهضه والحداثه في مصر، خلاص بقى اتغيرت كل حاجه، حتى المناسبات والاعياد. احنا كان قبل الثوره اللي هي ثوره 52 او النقطه الفاصله واللاند مارك اللي بحطها على بدء بقى ايه دوله البداوه تبدا، يعني ايه خلاص وصلت للسلطه تقريبا. اللي هو ايه دي احنا لسه في نهايه المرحله الوسطى ما بين ان دوله البداوه رسمي نظمي فهمي تحكم هذا البلد، زي الجولاني كده، زي ما حصل في سوريا كده مثلا، او زي ما يعني على نحو ما حصل في ليبيا بالذات في الغرب، او السودان. اللي هو هيبقى طبعا ده مترافق بفوضى دمويه، او يبقى مع في نموذج كده من الحكم زي افغانستان او ايران، وفي واقع معمول له تكفيف وتجريف كامل للانسان. هيبقى طبعا واقع فقير. وطبعا مصر هتتاخد للخراب والفوضى، يعني غالبا هتتاخد يعني يلا بقى نحارب اسرائيل عشان نكمل المنظومه، يعني هيبقى الموضوع اخره وحش قوي. فاللي حصل في العصر الحديث انه بقى على كل مستوى بيشتغلوا بقى في اعاده انتاج يعني الرجعيه اللي كان حصل لها نوع من انواع ال- الاضعاف مع محاوله النهضه والحداثه لحد النص الثاني من القرن اللي فات، لحد بدايه النص الثاني من القرن اللي فات 1950 1952 مع بدايه الايه عوده دوله البداوه للحكم. فكان في الفتره بقى يعني دي يعني والمومنتم اللي بعدها اللي هو ما بعد ثوره 52، ما كنتش تشوف الكلام ده، ما كانش حد بيجيب السيره دي اصلا. يعني عادي يعني الكريسماس يجي الناس تحتفل،
او ما تحتفلش، يعني محدش بيدور عادي، يعني حر. لا، مع الوقت مع طغيان الرجعيه الدينيه بدا يبقى في تبجح زي ما انت شايف كده. يعني يطلع يقول لك بكل بجاحه، اللي هو ايه، بجاحه الوطيان، اللي هو الاستعلاء بالوطيان اللي قلت لك عليه، اللي هو ايه، حاجه ما يعني لا تتصورها. يعني ممكن يقول لك مثلا، يكلمك عن حاجه زي ايه، ان والله الرق والعبوديه سبايا لا احتياج وما، يعني بتبجح بحاجه بهذا الكلام، يتبجح بالانحطاط. يعني يعني انا اتصور انه في حاجات منحطه او حاجات كده تنكسف منه. يعني لا، هو عنده بجاحه ان يقول كلام زي رضاع الكبير وفخر الصغيره وحاجات منحطه جدا. فضمن هذا التبجح، في تبجح بقى بانه ايه، لا احتفال كريسماس زي ما انت شايف كده. فالموضوع وصل لتحريم القطع ازاي؟ إيه اللي حصل؟ ان المساله بنت بالتدريج خطوه خطوه لحد ما اتقدمت للناس كانها اصل من اصول الدين. الموضوع بدا لما عمر بن الخطاب نهى عن دخول الكنائس يوم اعيادهم، خصوصا بعد احتلال العرب للشام ومصر، خوفا من التشبه بغير المسلمين. وما كانش برضه في ذكر لتحريم التهنئه. ما انا عشان بقول دايما هي دي اتيتيودز بتبني في العقل، وبعد كده بتاخد الموضوع بقى، يعني هي قوالب من التفكير بتتملي بعد كده بالموضوعات على حسب الظروف في كل مكان. هي الرجعيه طالما سيطرت على اي مكان بتشتغل بالاتيتيودز دي، وكله بقى ايه تخريب، كله لازم يعدي من منظور خرم الضيق قوي بتاع ماضي شبه جزيره الارض، منظور كده منتهي الصلاحيه، افكار وتصورات، حاجه يعني مش ممكن يعني تتصور ان في جماعه بشريه ممكن تعيش او تعمل حاجه جيده بالطريقه دي. والكلام ده كان في سياق دولة لسه حديثة وهوية وتنظيم مجتمع متعدد الديانات، وكان اجتهاد من عمر بن الخطاب بدون استناد على أي نص ديني. ما هو أصلا في الرجعية الدينية بيقدسوا آه، الدولة التي أقيمت ما بعد وفاة الرسول. في الرجعية ده دولة مقدسة زي الدولة الرومانية المقدسة كده يعني إن هو إيه، لابد أن تستعاد. وأعلامها دول بقى مقدسين برضه، محصنين من النقد والمساءلة. وواحد زي عمر بن الخطاب ده يعني يشرع براحته، مفيش مشكله. ويبقى بقى ايه، ويشتغل منظومه متكامله لحد بقى انا قلت لك في علاقه بين شمامين الكله وشمامين الجله. فشمامين الجله ده قاعدين في كفر وبربول، شمامين الكله بقى زي الدحيح كده لما يقدم لك مثلا خالد بن الوليد، ده مثل اعلى للعقل المصري. هو علم من علام مصر شبه جزيره العرب مش مصر، عمل جهد في انشاء وتاسيس دوله قريش الاستعماريه. احنا مالنا؟ يعني احنا كمصريين اصلا من الدول التي تم احتلالها يعني في امبراطوريه قريش الاستعماريه. فلكن هو ده الشغل اللي شغال دلوقتي يعني. فالموضوع بدا لما عمر بن الخطاب نهى عن دخول الكنائس. المفروض عمر بن الخطاب ده يعني مش مشرع يعني، ما يقول ما ينهى يعني، ما بالنسبه لنا هو المفروض ده مش ملزم. المفروض عمر بن الخطاب ده في المنظومه الدينيه اصلا زيه زي اي مسلم اخر، يعني له يحاسب امام الله بنفس الطريقه بنفس المعيار. بس طبعا لا، المنظومه الرجعيه فيها نوع من النزوع. انا بقوله، انا بسميه العقل الوثني للرجعيه الدينيه، بتخلع القداسه على اعلام ماضي في جزيره العرب بكل درجاتهم وطوائفهم، وبتخلع القداسه حتى على حاجات زي ميكروفونات الجوامع زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، او الحجاب، او حتى الاعلام المحدثين زي الشعراوي وشيخ الازهر، او مؤسسات زي الازهر نفسه وهكذا. يعني هي الرجعيه الدينيه اصلا عقل وثني اساسي، بس واخد شكل ديني قال يعني ايه، وتوحيدي متشنج في التوحيد قوي نتيجه التكوين العكسي بقى، ان هو يعني عشان هو جواه هذا الشعور بتاع متعدد، عنده الهه كثيره بيقدسها تقربا لله زلفى، فهو بيجي يتشنج قوي من التوحيد والتوحيد، انا بتاع التوحيد كده يعني. فالكلام ده كان في سياق دوله لسه حديثه، وهو هويه وتنظيم مجتمع ايام عمر بن الخطاب، يعني مجتمع متعدد الديانات. وكان اجتهاد من عمر بن الخطاب بدون استناد على اي نص ديني. بعد كده في اواخر القرن الاول الهجري ظهر واحد اسمه مجاهد ابن الجبر، فسر آية والذين لا يشهدون الزور، وفسر كلمة الزور على أنها أعداد المشركين. بص، هو أنا أصلا إحنا ما ينفعش في ماضي في العصر الحديث أصلا الحاجات دي المفروض تكون خلاص انتصرت بقى يا جدعان. يعني من الأشياء المؤلمة جدا بالنسبة لنا نشوف العقل المصري أو المصريين ناس عندها استعداد إنها تقعد تجيب هذه الأشياء تعمل لها عمليه ايه، إيه، تفعيل او تطبيع للوجدان معاها. يعني المفروض ما، انا ما بحبش فعلا الحاجات دي، ما بحبش اقلب في الحاجات دي.
لكن طبعا لابد ان احنا نفهم برضه زي ما قلت لك في اول الحلقه كده. انت بتقلب في مخلفات عربان زمان، فطب مضطر تحط كمامه، كمامتك بقى والجوانتي بتاعك والمطهر بقى، تستحمى بعد ما تسمع الحلقه. وده كمان تفسير اجتهادي، لانه الايه ما فيهاش اي كلام عن تهنئه او تحيه، لان الموضوع عام بيتكلم عن الكذب والباطل. وكمان كان بيتكلم عن حضور ومشاركه في المكان والطقس نفسه، مش عن كلمه بتتقال لجار او زميل. بعد قرون ومع اجواء الصدام والخوف على الهويه، ابن تيميه وسع مفهوم الاعياد واعتبرها شعائر دينيه خالصه، وكفر كل من يشارك فيها من المسلمين. وتركيزه كان على المشاركه والموافقه العمليه، مش على التهنئه اللفظيه المجردة. أول مرة كلمة التهنئة تتحط صريحة في كتب التراث تحت التحريم كانت عند ابن القيم. ابن القيم هو اسمه ابن قيم الجوزية، لأنه كان الجوزية ديت منطقة والقيم بتاعها هو اسمه كده. والتهنئة اتخذت على إنها إقرار وتعظيم وموافقة كفتوى فعلية، واتقدمت بعد كده كأنها إجماع، وهو في الحقيقة مجرد رأي فقهي في مدرسة فقهية بين مدارس فقهية تانية قالت يجوز التهنئة. واحنا أصلا المفروض مش ده اللي هيحكمنا يعني. فقهيه ايه وبتاع ايه، الفقهاء دول على جنب كده خلاص. الماضي احنا بالنسبه لنا مصر المصريه، مصر الحديثه، المفروض ان هي تكون معاصره للحظه الانسانيه، ومش ده مرجعها في القيم ولا في التفكير اساسا. بس ده اللي حاصل. المهم في الصحوه الاسلاميه ما يقال الصحوه الاسلاميه، انا بس بعتبر ان ده تعبير مضلل. انا بعتبر ان هي هذه فتره الطغيان او استرداد دوله البداوه لتواجدها آه، المستبد على الحياه، طبعا في العقود الاخرانيه. فهو قصد وده قصد الاستاذ محمود بكلمه في الصحوه الاسلاميه في السبعينات. راي الفقه المتشدد اتنقل من كونه اجتهاد فقهي الى كونه اصل من اصول الدين نفسه. وطلع علينا قطيع من البشر كل همهم نشر الكراهيه بين الناس والتدخل في تفاصيل لا هتقدم ولا هتاخر، بدل التركيز على نشر الموده والرحمه لكل البشر وتقريب الناس من بعضهم. هي طبعا مش هتقدم، بس هي هتاخر، هتخرب يعني، تنشر الكراهيه. طبعا لما المجتمع يقوم على الكراهيه، انت عاوزه ايه؟ عاوز هيوصل لفين يعني؟ يعني يبقى سوري. احنا اصلا يعني مرشحين نبقى سوريا او ليبيا او على طول يعني. انت ماشي في الطريق ده دلوقتي. كل خبر كل يوم كل حدث جديد على فكره، لما تبص كده هتلاقي العمليه عمليه مزيد من البعرنه للحياه يعني. في عمليه بعرنه شامله بتحصل دلوقتي على كل مستوى، انا بحاول ارصدها يعني. الحلقات ديت هي محاوله لرصد عمليه البعرنه الشامله اللي بتحصل في مصر. ومن وقتها كل سنة بيطلعوا يقولوا تهنئة النصارى في الأعياد حرام شرعا، مع إن التهنئة سلوك اجتماعي. طبعا كلمة النصارى دي أنا بكرهها جدا. يعني المفروض تقول مسيحيين. الناس ديت تعرف نفسها كمسيحيين، فأنت خلاص قول مسيحيين. بس طبعا أنا هو يعني أو كلمة النصارى ديت من الكلمات، أنا أعمل حلقة عن الموضوع ده. اللي أول ما تسمعها من الزبون اعرف إنك قدام حاجة كده مشتبه فيه، يا إما شمام جلة يا إما شمام كل. طبعا الكلة والجلة دول بيبقوا أساسهم بول بعير برضه، يعني كله بناكل بول البعير. مع ان التهنئه سلوك اجتماعي انساني، مش اقرار عقائدي ولا شهاده ايمان، ملوش علاقه باقتناعك او عدم اقتناعك بمعتقدات الاخرين. هو انت بتساوي انسان الرجاء ما مشحون ومتشنج اساسا. لما تهني جارك او زميلك انت بتعترف بانسانيته وحقه في الفرح، مش بتغير دينك اللي اصلا ما يمنعش صراحه انك تقول كلمه طيبه لغيرك. وكل سنه والناس طيبين. وصحيح الشجره دي اصلها مصر. اه شجره الميلاد في برضه. دايما تلاقي مصر القديمه هي اساس كل حاجه. لا يعني أسبق الناس للحضارة على مستويات كتير، فطبيعي يعني. إنما هو يعني من زمان حصل نوع من أنواع التلويث لاحتفالات الآخرين وأفكارهم. أنا شخصيا لو قلت لك إن لو أنا مثلا راجل في الإسكيمو قلت لك ده في ناس اسمهم المسلمين بيجوا في الأعياد يجيبوا خرفان يذبحوها في الشارع والدم كده يلطش ويبقوا إيه يحطوا إيدهم فيها كده ويعملوا إيه على الأبواب والشبابيك وبتاع، ويلموا العيال عشان يأكلوا. إيه ده يعني؟ ومع ذلك طبعا يعني ده مش جيد يعني. هو عموما الجهل سيء، بس بياخد مستويات عديده جدا، وساعات ياخد مستويات وعظيه يعني. وادي نموذج بقى ايه فيديو لطيف
ومقرف برضه لحازم شومان. المفروض ان الراجل ده اساسا طبيب، بس شوف بقى كميه اتفضل كده تابع معايا. شاب كان مع امه في حفله كريسماس الساعه 12 النور اتطفى، الشاب التزم. شوف التون، شوف العصبيه اللي طالعه في الموضوع. فبيساله يعني واحد بيقول له انت التزمت ليه؟ قال له الساعه 12 النور رجع، لقيت والدتي في حضن واحد تاني. في بعد اول ما النور رجع تاني الاف حالات من الزنا والخمور في كل مكان. ازاي يا جماعه لو عملنا؟ هو كان بيحتفل على الكريسماس، وده تصوراته العربيه، تصوراته اللي فيها طبعا مش جهل بقى. ده موضوع خطير يعني. هو بيبقى عاوز يشيطن كل اخر مختلف ويوصمه بكل شيء سيء عشان خاطر يسهل بعد كده تجريده من حقوقه. حتى يعني لو حتى على مستوى انه من حقوق طبيعي يعني، حق جارك ولا قريبك ولا صاحبك لو بيحتفل بعيد ميلاده يا اخي تقول له كل سنه وانت طيب عادي يعني. لكن لا، هو لازم طبعا يعني يعمل كده عمليه شيطنه للاخر المختلف. وتلاقي التصورات دي موجوده، يقول لك بقى ايه، في راس السنه بيحتفلوا ويطفوا النور وبعدين يقعدوا يبصوا بعض والحاجات الغريبه كده اللي حطوها. طبعا الاستاذ يوحنا شفيق يقول لك عليا الطلاق مش بنبوس بعض في الكنيسه ليله راس السنه، احنا بنبوس بعض في العربيات الملاكي وتحت بير السلم زيكم بالظبط. يعني حاجه ظريفه جدا معنا. السخريه هي بتبقى الاداه الطبيعيه التلقائيه اللي ممكن جدا تقابل بيها الانحطاط الاعرابي ده. بس يعني شوف، الموضوع مش بسيط. في سوريا النموذج بقى التقدمي بقى بالنسبه للتنظيم الاعرابي المحتل لمصر هيحصل ده عندنا لما الدنيا تظبط. بس هيحصل الكلام ده دلوقتي. العمليه ماشيه فيها تطبيع الوجدان، مع انه ايه شيطنه الحاجات ديت وتنكيد او حاططها بهاله من اللي يعني تبقى عند الانسان الرجعيه اللي هو اللي ماشي في الشارع ده، لو الديفولت بتاعنا يبقى عنده هذه المشاعر السلبيه تجاه ناس بتحتفل يعني عادي، مناسبه عادي، المفروض انه عادي يعني. فهتلاقي طبعا احنا لسه عندنا جيوب، يعني جيوب دي جيوب النهضه والحدث، عوده النهضه والحدث اللي هي مثلا السياحه، شويه الناس اللي بتحتفل، بعض المولات والمحلات الناس اللي لسه. بس طبعا الشغل شغال بسرعه على اشده، والرجعيه طاغيه وكل يوم بتكتسب ارض جديده. والحاجات اللي انت بتشوفها دلوقتي يعني ان احنا لسه متمسكين قليلا، ما احنا لسه ما بقيناش سوريا، بس هنبقى في الطريق يعني، ما تقلقش. الشكل الحالي هنوصل. اتمنى اكون غلطان وما يحصلش، بس الواقع مش بيقول كده. لكن انا يعني بجيب لك بس المناظر، بقول لك عايز تشوف المستقبل اهو. خراب وفوضى، عمليه ضخمه. في سوريا برضو شغالين، الرجعيه مسيطره تماما، والناس دول طبعا باعتين لنا هنا لاجئين برضو بنفس الافكار، بيشتغلوا برضو بنفس الطريقه يعني، مهاجرين ولاجئين للاسف يعني. وزي ما بيروحوا اوروبا كده. وحتى يعني المساله مش مساله ان ده سوري ولا ده، انا قلت قبل كده ده كتير، مساله سيطره للرجعيه الدينيه على العقل والحياه، لانه ما هو المصري برضو بيروح بره يعمل نفس الحكايه دي في اوروبا. وتفضل بقى شوف المنظر ده او المقطع. انت المقطع ده طبعا مقطع ارهابيين يعني، ولا الفعل ده فعل ارهابي، فعل تخريبي. هي شجره لطيفه، صرف النظر اي معنى ليه، هي اصلا معناها اصلا اجتماعي اكتر منه ديني في الحقيقه. حاجه يعني لطيفه. ايه بقى فكره دي غزوه بكره، وانسان راجع في مصر متشوق لانه يعمل كده، عاوز بس قبضه الامن تضعف قليلا. واصلا حتى الناس اللي هو بيبقوا في الامن في يوم من الايام هيبقوا هم دول لما تسيطر الرجعيه تماما على مصر بالطريقه الحاليه اللي احنا ماشيين بيها يعني. وانا بجيب المقاطع دي طبعا من كيانات عربيه محيطه. احنا المفروض احنا ملناش علاقه بالكيانات دي. انا شخصيا شايف انه ينبغي ان يكون هناك تمايز شديد جدا هوياتي على اساس وطن، ونبقى واعيين جدا انه في مصري وفي سوري وفي سوداني واحنا ملناش دعوه، المفروض يعني، الا فيما يخص بقى الايه العلاقات. لكن للاسف الرجعيه عابره للحدود الوطنيه وضد اصلا الفكره الوطنيه وضد مصيريه مصر. ده جزء من الموضوع ان هو دي قدوه لانسان الرجعيه. هم طبعا انا اوعدك ان كل البشريه الرجعيه اللي
الناس اللي ممتلئه دماغها سكان كفر بربور اللي مبرطعه في مخاخهم ابخره الكله والجله والجله او ابخره بول البعير، متشوقين انهم يعملوا يعني ما بيعدي جنب شجره كريسماس بالشكل ده يبقى نفسه يعمل الحركه، نفسه يلم القطيع بتاعه. وكل سكان كفر بربور حتى لو كانوا ساكنين في كومباوند في احسن مكان يعني هيعملوا نفسه يعمل الحركه دي. لبس لبس بيحتفلوا بالتخريب وحاجه ثقافه، هي متن هذه الثقافه ارهاب. يعني مواضيع التعبير اللي بتتحط في العيال في المدارس والمناهج والحياه كلها حياه تنتج الارهاب. والارهاب عندنا منتج مجتمعي مش منتج فردي. لبس لبس يا عم طب يشوى بعد دخل زي ده ايوه عاوني ده يا على ورقه ده منظر مؤلم ومقرف وارهابي. لكن الاكثر قرفا وارهابيا هو طبعا ايه، يعني البشريه الرجعيه خربت بلادها، ومع ذلك مصر على يعني مش بيواجهوا انفسهم بانه الرجعيه هي السبب في ان احنا اللي احنا عايشين فيه فقر. هو اصلا مش انسان الرجعيه، مش مهتم بالحياه حتى ولو تاجر. يعني زي الاخوان كده لما يقعدوا يتاجروا على السلطه في مصر في قرارات اقتصاديه، وكأن يعني ايه الناس دي حريص على انه الحياه تكون جيده. لا، هو اصلا حريص على انه الحرص الوحيد هو النظام السيستم، الفكره الاعرابيه المسيطره على العالم، انه يطبق كافه تصورات اعراب شبه جزيره العرب في من 1400 سنه فاتت في الحياه، مش انه الحياه تكون افضل. ادي يا سيدي طبعا ده فين؟ المجتمع الفلسطيني. طبعا الاستاذ ارنست ويليام صديق العزيز، المجتمع الفلسطيني جاتكم خيبه بجد. انتوا فعلا بتعملوا كل ما في وسعكم عشان تنفروا الناس منكم وتدفعوهم دفعا ان ما حدش يتمنى لكم الخير. حرقتم شجره عيد الميلاد في جنين، برافو، ذكورة اشاوس، جاتكم خيبه. انا ما يهمنيش، ما براحتهم خربوا بلادهم وفشلوا في انهم يحرروها من الاحتلال الاسرائيلي. نتيجه الرجعيه تسلط الرجعيه على العقل تخرب على كل مستوى ومستمرين. يعني انت انا بتقرا احصائيات يقول لك انه غزه بعد كل الليله دي كلها معظم الناس هناك مع حماس عادي. فيعني هو الانسان الرجعيه بيبقى عنده معمول له نوع من انواع التشويه العقلي، ما مش بيبقاش مدرك، بيبقى صعب عليه انه يدرك انه اللي بيعمله ده خرب حياته، ما عندوش مشكله. ولو ما تخرب حتى لو واجهت امه مال، كله في سبيل اللي لو انا قلت مثلا الانسان الرجعيه الدينيه احنا السواح مش هيجوا، لما تفرض مثلا على السائحات انها تلبس مش عارف ايه هتقلل فرص السياحه، ولما تمنع تطبق بقى كل معايير ماضي شبه جزيره العرب، تمنع بقى الاحتفالات دي وتمنع مش عارف ايه وتمنع. وكمان الرجعيه لا تاتي الا بالمنع والقيود. تمنع الخمره وتمنع وبعد السياحه هتخرب لكم مال يغنيكم الله من فضله. ايه وخلاص، انما فين في الحقيقه مفيش. يعني هو طبيعي، هو الناس دي كده خراب وخلاص، تخريب للتخريب على فكره، بيحبوا الخراب. لو قلت لك دي منظومه تخريبيه. الزبون ده طبعا في قلت لك الكيانات المستعربه حوالينا فيها من ده كتير. الزبون ده طبعا يقول لك اعتقل ابني حسن وهو طالب في كليه الهندسه الميكانيكيه في الجامعه الهاشميه اول امس، ومعه مجموعه من الشباب اغلبهم من المتفوقين، ولا نعرف سبب الاعتقال ولا اين اعتقل. كل ما عرفناه ان هؤلاء الشباب قد فكروا بحمله توعويه موجهه للمسلمين لبيان الحكم في الاحتفال بما يسمى الكريسماس. شوف التوعوي مش بيوعي مثلا بالحفاظ على البيئه، باهميه استعمال الاقتصاد في استعمال الاكياس البلاستيك او البلاستيكات على اساس انها ممكن تكون مضره بالبيئه، او مش عارف. لا،
او مخاطر التدخين، او لا، هو ديت التوعويه الحملات التوعويه. وما زال حتى الان معتقلين لدى الجهات الامنيه دون تهمه ودون السماح بزيارتهم. وهذه مشكله الدوله او الدول اللي في الكيانات دي، انها طبعا هي بتغذي الرجعيه وتدي لها القوه، وفي الوقت نفسه لما تيجي تعمل الرجعيه دي تعمل حاجات تخريبيه مباشره كده، يعملوا لهم ايه؟ حصار امني وخلاص. لكن الرجعيه ما زالت بتتمدد وتزداد قوه. يعني انت هتعمل ايه؟ انت عمال جايب شويه، قتلت بعوضه او ناموسه، ما انت سايب المستنقع شغال. فالانتاج الرجعي للبشريه الرجعيه ما زال بمنتهى القوه شغال، بعرضها شامل وشغاله بكل قوه في كل البلاد دي. احنا زي الاردن. طبعا ده طبعا شوف الكراهيه، يعني واحد من البشريه الرجعيه عامل المنظر ده، يعني غالبا بالاي اي، بيستعملوا ارتفيشال انتليجنس برضه، بيستعملوا الذكاء الاصطناعي الرجعويه برضه في نشر الرجعيه. طبعا نتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وكل عام وانتم بخير. طبعا ايه جايبين موتى وبتاع وحاجه، يعني كراهيه. يعني ده شكل من اشكال الكراهيه برضه بنفس الطريقه يعني. شوف ده المستوى ده بقى. ده إيه يعني إيه اللي هو إيه جورجينا مرات كريستيانو رونالدو لعيب الكوره المشهور ده، الست في صفحتها منزله الكريسماس وهي مع اولادها ولا وجوزها، لا جت ناحيتك ولا قربت مني ولا في اي حاجه خالص. انا لسه شايف قبل ما ابدا تسجيل الحلقه دي إيه، بوست كده بيقول لك ايه العالم بيحتفل بالكريسماس، او ناس في اماكن كتير في العالم تبص تلاقي بقى كل التعليقات تقريبا كلها يا اخي ناس داخله بقى من قطيع الرجعي، من سكان كفر ابو بربور، وايه ان الله مش عارف وايات قرانيه وحاجه، يعني انت ناس مالك سيبهم وامشي. يعني حد مش عاوز تحتفل ما تنيل على عينك، لا، لازم يبضن على الناس، يحط شويه الشياطين بتوعه. طبعا إيه جورجينا منزله صفحه، بص تلاقي الزبون داخل يبيض في صفحتها ويقول لها كل عام ونحن لا علاقه لنا بدينكم، بعيدكم، كل عام وديننا الاسلام نعتز به. قال حد حاشك، حد جاي ناحيتك، لا هو لازم يروح. ده بقى جهاد الطلب، غزوه بقى لا غزوه، دي غزوته. ما ده من سكان كفر بربور اكيد، يعني على قده بقى، دي غزوته. في ناس هتروح تحرق شجره عيد الميلاد. لما موضوع يعني كل واحد على حسب، كل مربوط على قد دم، كل ضب على قد دم، كل بعير على قد بول. كل عام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان للنصارى بابا نويل يحقق أمانيهم كل سنة، فلنا رب يستجيب دعاءنا في كل زمان ومكان. طبعا هو كاتب يستجيب دعاءنا، المفروض ديت مفعول به، همزة على سطر يعني. بس طبعا يعني انت الحقيقه انه بابا نويل يعني مش عاوز اقول لك يعني في دعاء فين دعاء ده في غزه. يعني انا عاوز اقول من الاخر كده، يعني كان عمل ايه في غزه يعني وهي بتنضرب سنتين وبيحصل اللي بيحصل. يعني اهو كلام وخلاص. السنه الرجعيه متبرمج على البؤيات الخطابيه. حتى هو بيبضن لازم رشه بول البعير كده، ما ماشي يرش بول البعير على الناس بالعافيه، اللي هو الطريقه دي. الحمد لله على نعمه الاسلام. المنظر ده عاجبني جدا، بفكر اعمله صمبنيل للحلقه. ان هو تعبير عن الموضوع، ناس قاعده في حالها انت اتحط لا، لان هو فعله هو عاوز تخريبه وعاوز يمحيهم من الوجود اساسا. وده بقى اخر، يعني ما انا كنت بفكر احط المنظر ده في اخر الحلقه. هو منتهى الموضوع، واظن انه لب الموضوع في مصر هنا وعمليه التطفيش. المفروض كفتة مصر يهاجرون لاوروبا بلا وجه. كفتة يعني قبطي، فاحنا المفروض اباط مسلمين ومسيحيين. فهو طبعا اي حد عنده ده هتلاقيه بقى متبعرن، سواء حتى ولو كان له اصول جينيا يعني مصري، بس هو متبعرن من قوات الاحتلال. فقوه الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الاعرابي عاوزه تطرد السكان الاصليين، اللي هو
يهاجروا، ما يهاجروا كندا. الرجعيه كده، الرجعيه يعني اقصائيه، وبتستهدف انها تحتل كل مكان وتطرد كل مختلف منه، لانها منظومه احتلال. الاستاذ ابراهيم الجرحي بيقول يعني تدوينه لطيفه، بيقول لك لو مشهد الصليب فوق الكنيسه بيجرح مشاعر سيادتك يبقى مالكش عيش في البلد. البلد دي قبطيه الاصل، مسلمه بالاغلبيه، والمسيحيين في بلدهم مش اهل ذمتك ولا رعايه افضلك ولا في حمايتك يا عم المجاهد بتاع الغزو والبكره، المرابط بتاع غزو البكره. دول مواطنين في دولتهم، راسهم براس اي مواطن اخر محترم كامل المواطنه. تمد ايدك على مواطن مصري هتتقطع. تهين رمز بيحترم المواطن المصري يبقى تاخد بالجزمه لحد ما تتعلم تحترم التنوع الديني في البلد دي، او تشوف لك بلد تانية وتغور لمكان تاني يقبل باجرامك ضد مواطنين. يعني اتمنى، لكن طبعا للاسف يعني المساله مش بالبساطه دي يعني. بس حلوه التعبير القوي في مواجهه الانسان الرجعي. الانسان الرجعي ده عموما عقليه عبوديه، وده افكار اللي هو بيقول لك اخلاق العبيد. فاخلاق العبيد اللي هو البشريه اللي هي عندها اخلاق العبيد ديت، بيبقى الانسان فيها اذا حكم تجبر وتسلط، مفيش شرف لئيم، واذا اتحكم خضع وخنع على الاخر يعني. فانسان الرجعيه الدينيه اذا جه بالقوه او واجهته بالقوه وبالشده بيخضع ويخشع، بس ده بيبقى خضوع وفي داخله الكراهيه كامنه بس. لكن هو الاصل في الحاجه هي الربايه، والاساس عندنا هو التعليم اللي متاخد دلوقتي رجعيا. ده في المانيا خلال الاحتفال برضه داخلين برضه تخيل تهاجر من بلدك، تهرب من الفقر أو الحرب ده غالبا ذكاء صناعي، بس هي الفكره سيبك من الكلام. دول داخلين سوق في المانيا لاجئين ومهاجرين. الناس مش عايزه تعيش في حالها يعني. هو الانسان الرجعي متبرمج كده ويخرب حياته. ان هو طبعا في النهايه يعني الخدعه انكشفت والعالم عرف انه ده تنظيم سياسي واخد شكل ديني، تنظيم سياسي مفتوح، اغرب الايديولوجيات السياسيه في التاريخ، وده شغلهم بقى في كل مكان. فالناس تصل اكتشفت إلى دولة آمنة تحترمك وتمنحك حقوقك، ثم أول ما تفعله هو الصراخ الله أكبر وسط أسواق عيد الميلاد. بلد فتحت لك الأبواب وأنت قررت ترد الجميل بإزعاج الناس في احتفالاتهم. بأي منطق؟ الحرية الدينية لا تعني فرض طقوسك على الآخرين، ولا تحويل شوارع أوروبا إلى منابر للصراخ الديني. الغرب ما منعك تصلي، بس الناس هناك تعلمت إن الدين مكانه القلب، مش مكبر صوت في وجه الجميع. هذه التصرفات ما تمثل الإيمان، بل تسيء لصورة ملايين اللاجئين المحترمين اللي جايين يعيشوا بسلام. سؤال ديانات: هل السبب جهل بالدين أم عقدة شعور بالتفوق على؟ هو السبب في تقديري انه الخطاب الديني السائد في هذه المنطقه من العالم، اللي هو في العالم كله في الحقيقه، هو خطاب سياسي متنكر في شكل ديني، وسياسي استعماري واستلامي وهدفه السلطه. ما هواش خطاب ديني خالص. الاستاذه ماجده تدهم بتقول في تدوينه احب اقراها دلوقتي: موسم الجهاد يحرق شجر الميلاد. حلو. وبتوالي جهاد حرق شجر الميلاد بدايه من اوروبا لفلسطين لسوريا والاردن ومكملين. بحاول افسر ليه المجاهدين اللي كلهم بالمناسبه جهله في كل شيء عندهم هذا الغل والحقد والتربص لاي مسيحي بالعالم، خاصه في احتفالاته. بمجرد ما يهل موسم الاحتفالات بالكريسماس والواحد منهم يلمح شجره الميلاد عن بعد، فجاه تجيله حاله ايمان لا ارادي وجهاد على نفسه. يعني لا، هو غزوه بكره، هو متاسس على انه عنده غزوه بكره، فدي يعني فرصه نعمل غزوه وحالته تبقى لا مؤاخذه يعني. وهات يا صياح وتكبير وهجوم وطوب وحرق ونط على الشجر. انتوا عارفين لما حد يجبر حد على جواز غبره، او انه يدخل كليه مش عاوزها، او اتفرضت عليه سواء مجموع قدر او ابوه فرضها عليه عرف مجتمعي، بيفضل الشخص ده يعاني طول حياته لا راضي ولا مقتنع من جواه مهما نجح وحقق مكاسب، لانه مش حر ومختار. وبدل ما يصلح من حياته او يقتنع بيها ويعيش في هدوء، تلاقيه عينه دايما في حياه غيره اللي شايف انه متميز عنه، ويفضل عايش بس علشان يلاحق غيره ويسخر منه، وكمان يتهمه بالفشل، ده اسقاط، ويفضل يزن ويستعرض قدامه ثروته ويقنعه بعصبيه ان الفلوس اهم حاجه، كمحاوله نفسيه ياكد بيها لنفسه ان حياته تمام
وعلى صواب، وكأنه بيقول للآخر أنت ليه مش حاسس إني أحسن منك؟ يعني ممكن تكون بتعبر دلوقتي عن الهشاشة اللي موجودة في إيمان إنسان الرجعية الدينية. هو يعني إنسان الرجعية الدينية من حيث إيمانيا هو هش جدا برضه. وكمان عقدة النقص والاستعلاء وكراهية الآخر المختلف، بالذات الآخر المختلف الغربي. طبعا شجرة عيد الميلاد والكريسماس ده محتفل مرتبط دايما بالغرب، وده أساسي في تكوين العقل الرجعي يعني. بالتالي بيتأكد جواه إنه فعلا مهمش، فبيتحرق دمه أكتر. بالتالي بيدخل على ليفل الأذى بكل وسائل التقوى والجهاد، ويجري في كل حتة بالعالم يخرب ويفجر ويذبح ويحرق. كل ده علشان بس يقول للعالم شوفوني أنا موجود ونبي، أنا عتريس، أنا بلوى سودة. وبعدين ما تروح يحرق الشجر كله في اللي في إسرائيل. مش دي قضيتك برضو؟ ولا الشال الكرافات اللي متسم بيه ده يا دوب يستر عجزك بس؟ ولا ما قدرتش على الحمار فبتروح تستقوى على المحترمين اللي شايلين الليلة السوداء كلها لوحدهم واحنا في موسم مفترج؟ طيب تفتكروا ممكن يعملوا لنا مفاجأة مدوية في المحروسة؟ لب الموضوع. ولا ما تنساش وحياة أبوك أو أبوكي وأنت طالع أو أنت طالع كيوت تحرق أو تدمر شجرة الميلاد بأي مكان، كنيسة، مول، ميدان. افتكر بس ترنيمات ميري كريسماس بالترجمة كمان للأسف تراث وفكر المجاهد بتاع عضو التنظيم الأعرابي المحتل. عندنا غزوة بكرة لا يصنع جمالا على الإطلاق ولا يضفي بهجة وسلام واحتواء للآخرين. ميري كريسماس للأوجاد الأقباط المتحدون الأهرام الكندي. ده مقالة جاية من الأهرام الكندي في تدوين أظنها يعني لب الموضوع ده كله. الصديق العزيز دكتور عبد القادر التركي بيقول لك مشكلة أي أيديولوجي خاصة الدينية هي أيديولوجي سياسي. يعني هي طبعا واخدة شكل ديني طبعا يا دكتور عبد القادر، إنها بتعيد إنتاج نفسها في كل مرة. فوظيفتها ليست فهم الواقع ومجاراته أو حتى إصلاحه، بل ترسيخ الماضي وإعادة إنتاجه. ماضي الأعراب شبه جزيرة العرب 1400 سنة هو ده الماضي المقدس بتاع عند الرجعية الدينية، وفرضه على الحاضر بقوة القداسة كما هو جيلا بعد جيل. فالتغيير عندها بدعة والتطور مرفوض ومجريات الواقع كفر وتساهل، لأن الأيديولوجي لا يعيش إلا في الثبات ولا يستمر إلا بقتل السؤال والنقد والحلول. كأن التاريخ توقف عند لحظة مقدسة لا يجوز تجاوزها. وعلشان كده تلاقي المجتمعات الدينية كما هي منذ قرون عقل دائري، مفيش تراكم. يعني الرجعية ضد التراكم المعرفي أو التراكم القيمي أو التقدم للأمام. عايزك تفضل طول الوقت كل ما يحصل نمو وتطور شوية كده زي ما عملنا محاولة النهضة والحداثة في مصر، تيجي الرجعية إيه؟ تحبط أو تجهض كل محاولة للنمو والتطور. علشان كده تلاقي المجتمعات الدينية اللي عليها إيمانة دينية رجعية عربية قديمة دي عندنا كده كما هي منذ قرون، معلقة خارج الزمن وخارج الحياة، نفس التفكير، نفس الأدوات، نفس القضايا، نفس المشاكل ونفس الردود. طبعا كل سنة والعالم كله سعيد ومبسوط، ولا عزاء لضيق الأفق كاريه الفرحة عباد الماضي وسجناه. طبعا من الحاجات اللطيفة اللي شفناها، أنا مش عارف اللقطة دي ذكاء صناعي ولا لأ، لكن للأسف يعني الناس في السعودية بيخرجوا من الرجعية وإحنا اللي بنغرد. فالصورة دي صورة جميلة جدا لولي العهد السعودي مع شجرة عيد الميلاد. يعني نتمنى يعني الأمر يستمر يعني، ونتمنى في مصر هنا ما نوصلش للمرحلة اللي أنا أخشى إن إحنا نوصل لها بالطريقة الحالية، وهي لا يلوح يعني إنها تحصل في الأفق. الأستاذ آدم منصور بيقول لك من الحاجات الكوميدية جدا في الكريسماس السنة دي أخبار شفتها من فلسطين ومن سوريا. تقريبا شفت بتاع 30 فيديو من البلدين دول لشباب في عز شبابهم، من العيال اللي لو دخلت في حيطة هدها وهم مجتمعين بال5000 واحد قدام شجرة وبيولعوا فوق وهم بيصيحوا الله أكبر الله أكبر الله. الغريب إن نفس الشباب دول بينتموا لدولتين، واحدة منهم إسرائيل واخدة بلدهم كلها فلسطينيين، والبلد الثانية إسرائيل احتلت تلت بلادهم في أقل من سنة. برضه أنا قلت لك قبل كده إنه بعد ما الرجعية أو الخرافة العربية القديمة تخرب أي بلد هتفضل تشاور للناس وتقول لهم شفتوا أو الخراب ده بسبب بعدكم عن الدين، أو يعني عمرها الرجعية عندها قدرة غير عادية على التنصل من المفاسد والتخريب اللي بتحدث في الواقع.
يعني هي تخرب البلد وبرضه ما يبقاش هي المسؤول. وانا بقول لك اهو برضه اسال اي واحد فلسطيني سوري ليبي يمني ماذا خرب بلدكم، مش هيقول لك الخرافه العربيه القديمه ولا التسلط الديني على العقل والحياه. هيقعد يقول لك اسماء وناس وتنظيمات ودول اي حاجه، مش هيقول لب الموضوع. المهم البلد الثانيه احتلت تلت بلدهم في اقل من سنه. طبعا سوريا، اسرائيل احتلت نصها تلتها الجنوبي تقريبا يعني في خلال سنتين ثلاثه سوريا هتحصر فلسطين وهتبقى كلها تحت سيطره اسرائيل. ومع ذلك اللي رايحين يتشطروا ويسترجلوا ويهللوا ويكبروا بانتصارهم على شجره يتيمه تخص فلسطينيين زيهم وسوريين زيهم بس مسيحيين يعني، لا اعدائهم ولا رفعوا ضدهم سلاح ولا ده لقم انسان الرجاء الدينيه. يعني الانسان الرجاء الدينيه لئيم، يعني مفيش رحمه مفيش انسانيه. هو الكراهيه بتاعته بتمتد لاقرب واضعف الناس الاول، وده تفكير شامل يعني. وهتلاقيه بيعمل نفس الحكايه دي ضد المراه وضد الطفل حتى على المستوى الاجتماعي يعني هو ده طبع اللئام او طبع عقل العبيد، عقليه العبيد زي ما قلت لك. الانسان الرجاء مستعبد في الحقيقه يعني. ومع ذلك اللي رايحين يتشطروا ويسترجلوا ويهللوا ويكبروا بانتصارهم على شجره يتيمه تخص فلسطينيين زيهم وسوريين زيهم بس مسيحيين يعني، لا اعدائهم ولا رفعوا ضدهم سلاح ولا عملوا لهم اي حاجه عشان يروحوا يحاربوهم في مناطقهم. فمش عارف هل ده اخر الجماعه بتوع الله اكبر في البلدين دول في الاكشن؟ دي قمه الرجوله عندهم. دي قمه البعرنه. رجوله مين؟ هو ديت الفكر المسيطر او المهيمن يعني. انا حانت فقره صلاح كل سنه، لا الفقره دي بتبقى يعني شيقه جدا متجدده بس يعني نفس الطريقه. صلاح جاي منزل الصوره دي السنه دي. طبعا قلت لك ان هو في المغرب بيلعب مع فريق مصر في بطوله الامم الافريقيه. وكان تصادف بقى يعني الكريسماس جاي قبل الكريسماس بتاع 25 ديسمبر، جاي قبل ماتش كوره مهم. كانت مصر بتلعب فريق الكوره في مصر، المصري بيلاعب فريق جنوب افريقيا. وطبعا انسان الرجاء الدينيه انا بقول لك اهو انا قاعد اهو في مصر كان نفسه مصر تخسر عشان يحفل على صلاح بس يعني انا متاكد انا بقول ايه، او كان على الاقل متربص ومتحفز عشان لما يحصل يعمل الحكايه. لكن لسوء حظهم وحسن حظنا عفوا صلاح جاب جول. مصر غلبت جنوب افريقيا وصلاح جاب جول. وطبعا ده الاستاذ الصديق العزيز محمد مجدي بيقول لك بعتذر لكل الصفحات الكوره اللي كانت محضره سكرينات الهجوم على منتخب مصر وعلى محمد صلاح عشان شجره الكريسماس. وكان هيقول لك بقى شفت كده يعني. هو دي ده التفكير الراجع ان هو بيقعد يتربص ويعمل عمليه مصادره للواقع على المقاس بتاعه. يعني عارف انت الماتش الكوره ده لما مصر كسبت قال لك جابوا بقى العيال فريق الكوره وعملوا بالذكاء الاصطناعي حسام حسن امام بيصلي بيهم في الجامع. وبعدين برضو عشان تعرف القطيع بقى الليله بقى تدوير النفايات الرجعيه. برضو القطيع الرجعي دخل يعلق بس سكان كفر بربور ازاي تخليهم يصلوا هم لابسين الشورت وركابهم باين، لان برضو في التفكير الاعرابي انه الركبه ديت عوره من فوق الركبه عند الرجل. هو دماغهم كده فدخلوا يزايدوا برضو لكن المهم يعني انما موقع اليوم السابع نشر وقال لك قرايه الفاتحه ولا مش عارف الصلاه بقى ان هو ده مصر كسبت بالحاجات دي. انما يعني احنا نقدر نقول دلوقتي انه مصر كسبت ومحمد صلاح جاب الجول ببركه المنظر بتاع محمد صلاح لما عمل الحركه بتاعه الكريسماس مثلا. يعني بركه الكريسماس يا صلاح جبت الجول بركه الكريسماس يا صلاح مصر انتصرت. يعني عمليه مصادره الواقع او قرايته بالمنظور الاعرابي القديم حاجه يعني مش عاوز منحط ببساطه يعني نقول بس ده نمط دائم يعني ان هو اقرا الموضوع بالمنطق ده. يعني ايا ما كان الموضوع انا هعرف اقول
ف مصر انتصرت خلاص، انزل يا ابني بالايه. مصر انتصرت عشان خاطر كانوا بيقروا مش عارف، عشان بيصلوا، علشان بيدعوا، عشان بيسجدوا بعد العيد، عشان كده يعني. كويس. طيب حصل والفريق خسر. مع ان طبعا ايه الدول مثلا اللي خدت كاس العالم، المانيا والبرازيل وايطاليا والارجنتين، ده اكتر دول خدت كاس العالم، ما بيعملوش لا بيصلوا ولا حاجه خالص، عادي. بس هو طبعا السيستم الراجعي بيعمل عمليه مصادره لاحداث الواقع بحيث تتقري على ايه، على مزاجه الهوى، على حسب ما نعوز يعني. ف استاذ محمد مجدي بيقول لك بعتذر لكل صفحات الكوره اللي كانت محضره سكرينات الهجوم على منتخب مصر وعلى محمد صلاح عشان صوره شجره الكريسماس. بعتذر مخصوص للصفحه اللي كانت متاكده 100% ان محمد صلاح النهارده هيجي له ضربه جزاء وهيضيعها. معلش يا جماعه، سهرناكم معاه. محمد صلاح ده له ضربه جزاء فعلا، بس سجلها. منتخب مصر كسب بسببها. واضح ان ربنا مش زعلان من شجره الكريسماس ولا شغلاه ولا شغله الموضوع كله في دماغكم انتم. يا ريت يا صلاح تصور شجره الكريسماس كل يوم، وواضح انها وش خير، ويا ريت تفضلوا تهاجموه دايما، لان الراجل كل ما بيتجاهلكم بيتوفق، وكل ما بتصيحوا بيكسب. الف مبروك لمصر، والف مبروك لحسام حسن اللي بيتهاجم ليل نهار، والف مبروك للشناوي البطل الحقيقي. تفاصيل في الماتش بقى، اللي العيال المسعوره كانت فشخاه كلام شكرا يا شنو على الاداء الاسطوري. جول منتخب مصر الشناوي كان عامل يعني ماتش كويس. شكرا يا رجاله على ادائكم الرجولي النهارده بالرغم من الطرد. هاجموني يا جماعه يمكن اتوفق زيكم. ده كوميكس لطيف انا حبيت اجيبه من نصيحه اللي هو يعني بيقول شوف بيبص لي ازاي كان عاوز المنتخب يخسر وضيع ضربه الجزاء عشان حطيت صوره شجره الكريسماس عشان يشمت ويقول غضب ربنا. خرافه، تفكير الخرافي. هو بيقعد التفكير الخرافي بيقعد متربص باحداث الحياه علشان يقراها بالمنظور بتاعه. كسبنا هيقول ايه، خسرنا هيقول ايه، حسب الظروف يعني. انما برضو نرجع للراجل الزبون ده، محمود الحسنات ده الشيخ اللي قاعد في قطر، عفوا في تركيا، ما تفرقش يعني تركيا من قطر. آه، شغال بقى طول الوقت. محمود الحسنات يهاجم محمد صلاح، انت مالك، انت ده راجل مصري. شيء غريب، شخصيه غريبه جدا، اللي هو نفس المنطق بتاع ايه، الحمد لله على نعمه الاسلام اللي جبناها من شويه، اللي هو راجل جاي بيبضن ولا بيبوق حاجه يعني. بس انا ارجع اقول لك احنا اللي حاطين نفسنا في سله واحده مع الناس دي. يعني مع كامل الاحترام يعني لاي شخص يعني، بس فكر ان احنا كمصريين، احنا مصر المصريه، واحنا مش عاوزين حد يحطنا معاه برضه. احنا كمصريين، احنا مصريين وخلاص. ماليش دعوه انا بقى يعني ما ينفعش يخاطب الوعي المصري حد شخصيه زي كده. الله يهديك يا محمد. محمود الحسنات يهاجم محمد صلاح صراحه بعد احتفال بالكره. لا نجوميه هنا اه لا نجوميه هنا ولا انجاز يذكر. انت مسلم خالفت ما تعلم انه يغضب الله، ثم جعلت المخالفه مشهدا متكررا. احلى حاجه في صلاح انه ما بيردش على الناس، شايف مصلحته على طول، شايف شغله. لم تخطئ جهلا بل اخترت رضا، ثقافة لا تحترم دينك على حكم شرعي واضح. شخصية منحطة جدا. انت مالك، انت بتحشر نفسك في الملاك. غريب جدا، شخصية تخريبية، ارهابي من الاخر يعني. من يعلن الحرام ويحمله لا يسمى قدوة، بل مثالا على كيف تفسد الشهرة صاحبها. لسنا مدينين لك بالتصفيق ولا ملزمين بالصمت. من قدم نفسه نموذجا للناس يحاسب حين يسقط ولو سجل 1000 هدف. خسرت شيئا أسمى من كرة وذهب. خسرت صورة المسلم الذي كان يشبهنا. الله يهديك يا محمد، بعد قلة الأدب دي كلها. الله يهديك يا محمد يا راجل. أنا يعني لا أقول سوى السفوخس. قال لك الصديق العزيز أبو دجان الإيواز بيقول، قال لك خسرت صورة المسلم الذي كان يشبه. ده ربنا نجدها المسلم. ما هو لو كان فضل شبهكم كان زمان وبقى واحد سرساجي فاشل مهنيا ومنحط أخلاقيا وحرامي تبرعاتي حسنات. فهمني أنت طبعا. طبعا حسنات ده في شبهه كده، في شبهات حوالين سرقه تبرعات لغزه يعني. انما غريبه جدا يعني البشريه رجعت لها وهي متربصه بصلاح. اشمعنى صلاح؟ يعني ليه لعيبه عرب كتير
بين قوسين عرب يعني في اوروبا او مستعربين او مسلمين المفروض يعني انهم ضمن القطيع بيحتفلوا عادي. بس لا، صلاح بالذات عشان مصر فيها طغيان رجعيه اكبر من اي مكان اخر في العالم. يعني مصر دي قلعه الرجعيه في العالم. وانا يعني حقيقه صمود مصر لحد الان من الانهيار هو صمود تاريخي وصمود بطولي واسطوري. لكن نتمنى يستمر، انا مش عارف الى متى. لعيبه عرب او مستعربين في اوروبا هون اللي مصاحب واللي مرافق ويحتفلوا عادي. لكن طبعا البشريه الرجعيه مركزه مع صلاح بالذات لان مصر هي الهدف الاكبر للرجعيه في الحقيقه. بصراحه التدوينه دي فيها كلام انا احب اقوله برضو. يعني الحقيقه خناقه الاسطوره محمد صلاح الثانويه مش ناوي ادخل اتكلم فيها كالعاده لان الناس ما بقاش فيها حد يقرا ولا بيفهم. هي جمله واحده هقولها ومش هدخل في اي نقاش ولا هرد على اي حد. مسيحيين مصر مصريين زينا بالظبط. محدش بيمشي يسال التاني عن دينه. كلهم مصريين ابناء مصر. كنت اتمنى ابناء مصريين احفاد مصريين عايشين. اتمنى ان محدش يسال التاني عنه ولا يشغل باله انا فعلا في اصدقاء كتير يعني طبعي مش عارف يعني فعلا يعني عمري ما فكرت اسالهم هم لما بيبقى اسمهم مش باين منه ما اعرفش انهم مسيحيين. ما سالتش نفسي يعني مسيحيين ولا مش مسيحيين. عايشين معانا في نفس الشوارع ونفس العماير وفي الغربه بنسكن سوا في الشغل سوا في الجيش سوا في المدرسه والجامعه سوا. ده هي الرجعيه هتقضي عليه. مش عارف مين اللي كاتب التعويض ام اس 11 محمد صلاح 11 ارمي. والجامعه سوا في ملاعب الكوره سوا في المواصلات سوا في الحرب في الحروب حاربوا معانا واستشهد البلد منهم كتير. وفي وقت ظهور الدواعش استشهد مسلمين على باب الكنائس وهم بيحموهم بيحتفلوا معانا باعيادنا. مش لانهم مؤمنين بديننا ولا حاجه. هم بيحتفلوا لاننا بنحتفل سوا واحنا بنهنئهم باعيادهم بدون حتى ما نعرف العيد ده بيرمز لايه. وانا متاكد ان محدش فيهم بيهتم يعرف سبب اجازه المولد النبوي ولا سبب اجازات عيد الفطر والاضحى. احنا بنحتفل سوا. احنا شعب واحد. كونك مش قادر تتقبلها انت حر. بس بلاش كل سنه تصدعنا. انت غالبا حلمك تروح اوروبا او تجيب الاوروبي يزور بلدك. بلاش صداع على الفاضي. فعلا محدش مهتم يحتفل لسبب ديني. احنا وهم وكلنا بنحتفل عشان بعض. يعني نتمنى الرجعيه متربصه بالكلام ده. يعني اي بقايا من الحداثه او قبول الاخر في مصر هي الى تاكل. التدوينه دي ظريفه. انا بحب الاسلوب اللي بيعمله محمد صلاح في انه يصدر الطرشه للرجعويه. العرب والمسلمين مش بيكرهوا محمد صلاح لانه بينشر صوره الكريسماس ولكن بيكرهوه علشان هو مش مهتم لكلامهم مش تحت طوعهم. يصدر لهم الطرشه. ده التعبير المصري يعني الحكايه. عكس الباقي. يعني لو قارنت كل اللاعبين المسلمين اللي اشتهروا في اوروبا هتلاقي قال لهم يعني لما مراته سلمت على كلوب وحضنته طلعوا وسلخوه. انما محرز جايب تعبير اعرابي يزني مع عارضته دي عادي يعني صاحبته ويخلف منها عادي. او اشرف حكيمي يتجوز برضه واحده مش محجبه عادي بس بيقولوا الحمد لله. ولو عملوه عليهم حمله بيجيبوا ورا. او بنزيما ينزل لهم صوره البلح واللبن في رمضان وبعد كل ماتش يقول لهم الحمد لله بس يخلف بره الجواز عادي. انما محمد كل مره بيقول لهم كلكم تحت الجزمه وانا بعمل اللي شايفه صح من قناعتي. كل التحيه لمحمد صلاح. انا شايف انه يعني تعامله مع الموضوع ده في نضج كده. الاستاذ عصام الزهيري بيقول لك صحيح ان الاسلام لم ينص على الاحتفال بعيد راس السنه سواء كانت الهجريه او القمريه او الميلاديه الشمسيه لكن مفيش اي مشكله ظاهره او خفيه في احتفال المسلمين بعيد راس السنه. الاحتفال براس السنه طقس بشري جمعي تقريبا منذ اقدم عصور البشر. سواء اتخذ الاحتفال به طابعا دينيا مثل الاحتفال بميلاد المسيح كما هو في المسيحيه او الاحتفال بالشمس في الاديان التعدديه الوثنيه في القاموس الابراهيمي او لم يتخذ طابعا دينيا وانحصر تقطيعا في مجرد الاحتفال بميلاد عام جديد او الاحتفال بالميلاد ككل او كمعنى. حقد الاسلاميين هم المتطرفين الاصوليين الدائم. حقد انسان الرجعيه. هو ما عندناش احنا التطرف هو المتن هو الاساس هو الديفولت بتاعنا. حقد انسان الرجعيه الدائم على فكره الاحتفال نفسها ثم حقدهم على الاخر كل اخر حتى لو كان مختلفا مذهبيا ثم حقدهم على مظاهر التنوع والتعدد الثقافي المفرح والبهيج هو ما يجعلهم يصورون الاحتفال براس السنه كما لو مكروها دينيا والمتثقفون منهم
يحاولون إسباغ رطانتهم الاصطلاحية للتغطية على نزوعهم الحقيقي بالقول بأن الاحتفال برأس السنة هو أداة للهيمنة الدينية المسيحية أو الثقافة الغربية. نزوع الإسلاميين والمتطرفين الأصوليين هو تقليديا نزوع انعزالي رافض للتعايش، كاره لتعبير الإنسان التلقائي عموم الإنسان بصرف النظر عن انتمائه الديني عن فرغه بالحياة. هو الحقيقة يعني نزوع ناحية فرض استكمال هيمنة الرجعية الدينية على العقل الحياة في مصر أساسا. يعني دي العقلية اللي احنا بنتكلم فيها. ادي يا بيه كل عام ونحن لا علاقة لنا بعيدكم. ده الشخص اللي راح يبيض على جورجينا. يعني كل عام وديننا الاسلام نعتز به، كل عام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فان كان للنصارى بابا ويل يحقق امنهم كل سنه فلنا رب يستجيب دعاءنا كل زمان ومكان. حاجه يعني غريبه جدا. مش عارف انا الناس دي يعني اللي هو ده، يعني هو بيعمل ده اللي هو الحمد لله على هو كده بالظبط. يعني تخش تبيض على الناس، ناس واحد عامل منشور في صفحته. طبعا احنا بنشوف ده طول الوقت. يعني بيجي عند في الكومنتات عندنا هنا تبص تلاقي بعض الناس الرجعويه يخشوا بقى ايه، يحطوا بيضه البعير يرشوا بول بعير على الموضوع. المقاله دي قربنا يعني نخلص اهو. استاذ محمد فتيح بيقول لك لو سيادتك عاوز الناس تحترم دينك وعقيدتك لابد سيادتك تحترم عقيده الاخرين. الفيديو المرفق فيه مسلمين امطاع جايبين عربيه ومشغلين القران في ميدان عام في الدنمارك، يعني زي اللي احنا المقطع اللي احنا شفناه من شويه اثناء احتفال الاشقاء الدنماركيين بالكريسماس. ليه بقول امطاع؟ لان الناطح هو شخص يعتمد على الاخرين في طعامه ومسكنه ويستجدي ثمن ملابس. الانسان الرجعيه الدينيه هو ناطح الطبع، هو عايش عوالي على الحداثه وبرضه بيخرب فيه. وفكره انك تخش في الدنمارك على اعياد الكريسماس زي ما هو الاستاذ محمد فتيح بيقول هي تكثيف للحاله بقى. يعني الانسان الرجعي عموما في الحاله في حالها وفي مصر تخصيصا، الحياه في مصر وفي العالم كله دلوقتي قايمه على قيم ومنتجات الحداثه الماديه في كل التفاصيل. حتى فكره السوسته دي اللي بتقفل بيها وتفتح بيها الاشياء، او الساعه اللي انت بتعرف بيها الوقت، او تقسيم الوقت اصلا لساعات ودقائق. دي فكره حداثيه، فكره الحداثه. احنا قلنا الكلام ده كتير. بس الانسان الرجعي الديني عنده استعداد انه يعيش في خير الحداثه كلها ويفضل طول الوقت يستهدفها ويخرب فيها. وهو بيخرب في حياته الحقيقيه. لان الناطع هو شخص بيعتمد على الاخرين في طعامه ومسكنه ويستجدي ثمن ملابسه وادويه اسرته من بلد مخالف له في العقيده ولا يجد غضاضه في ذلك. المحزن ان الاشخاص الحسالى دول، وده مش توصيف طبقي لكن توصيف سلوك، واللي اصبح كتير من المسلمين بيعملوه عادي في بلادهم، زي انك تزعج المرضى والمسنين 5 مرات بمكبرات صوت تصم الاذان، وتيجي تعمل نفس السلوك الهمجي في البلد اللي استقبلتك كلاجئ في الوقت اللي تعمل في الوقت اللي رفضت فيه 56 دولة إسلامية استقبالك، لأنه ليس لك أي مؤهلات علمية أو تقنية، ولو قبلوك هيكون باسبورك مع الكفيل اللي بيشغلك كعبد عنده. المفروض يكون فيه احترام، لكن عدم احترامك سيقابله عدم احترام الآخرين لعقيدتك. يا اليافطة الكبيرة اللي كتبوا عليها تعبير يعني كده ضد الإسلام. يعني شغل الرعاع اللي بتعمله بيجيب الشتيمة لدينك. دي حاجة صعبة قوي تحصل في الدنمارك، لأن انطباعنا أثناء أجازتنا هنا إنه شعب شيك ومهذب وهادي جدا. طبعا إنه يعني بيطلعوا من الناس أسوأ ما فيهم. لازم مع كل الهمجية والأعرابية والرجعية اللي احنا بنشوفها دي، طبيعي لازم يكون في رد فعل زي كده. احنا شفنا اليمين الأوروبي بيرد بشكل متصاعد في رفضه النازي الاعرابي. هو بيعاوز يعني يغزو العالم ويحتله. مش عاوز حد يقول لي عمل فردي، لان عندي فيديوهات كتيره تحمل نفس النطاعه والاحساس الوهمي بالتفوق الديني. ودي الحاجه اللي نجح فيها العسكر مع شيوخ النصر حتى يلهوا الناس عن اوضاعهم الاقتصاديه والتعليميه والصحيه والمزريه. عشان كده حطيت فيديو في التعليق الاول لاحد الانطاع اللي بيعمل نفس الامر. نتيجه الدنمارك غيرت قوانين اللجوء واصبحت اقامه مؤقته فقط، يعني استحاله يصبح المواطن دنماركي ويحصل على الباسبور. ثانيا لغوا ان طلب اللجوء يجيب اسرته الا لو اصبح مواطن، وغيرها من التعديلات التي ستحدد ثم تمنع دخول هؤلاء الانطاع
لاوروبا شيء محزن، لانه غباء وغوغائيه البعض بتضر بكل المسلمين. طبعا هو يقعد يفرق. الاستاذ كريم جاهين له برضه تدوينه اوردها الاستاذ مراد غبور الصديق العزيز، بيقول لك: تستفزوا شجره مزينه ولا تستفزوا شجره مقطوعه، تستفزوا الاضواء والزينه على البيوت والطرقات ولا تستفزوا الشوارع المظلمه القذره المليئه بالقمامه والتحرش، تستفزوا مظاهر الفرح ولا يستفزوا غياب الكرامه ولا انهيار الذوق ولا قبح الواقع. كل ده برضه اصلا اللي عملته الرجعيه اساسا، هي الرجعيه عاوزه كده. هي الرجعيه اللي بتعمل الشجره المقطوعه، وهي اللي بتعمل الشوارع المظلمه القذره المليئه بالذباب والقمامه والتحرش يعني. هو كائن قبيح القلب والروح، وحيد الخليه، منعدم الانسانيه، كل ما هو جميل يستفز. طبعا الانسان عايش على بول البعيد، بيشرب بول البعيد، ولو الدبانه وقعت في عصير ببول البعير بيغرقها ويشرب يعني عادي يعني. النساء الجميلات تستفزه، الملابس الانيقه تستفزه، العطور تستفزه، الزينه تستفزه، الاطفال، النساء، الكلاب، حتى الشباب الواسكين يستفزونه. وجه عابس، روح خانقه، رائحه كريهه كافكاره، دائم الشكوى، دائم البكاء، عدو الحياه. وان حاولت ان تفهمه اجابك ببرود الجهل. حاولت انك تفهمه ان الله لا يحب الفرحين، مع ان الفرح من خلق الله، والجمال من صنع الله، والنور آية، والبهجة نعمة، لكنه لا يعبد الله، بل يعبد الكآبة ويتغذى على القبح ويخاف من الحياة لأنها تفضح خواه. أنا رأيي إن ده تنظيم يعني عربي، طبعا بيستهدف كل حد يعبر عن، يعني مثلا أدي المخرج المعروف محمد سامي ومراته الممثلة مي عمر، عادي يعني برضو القطيع الرجعوية وسكان كفر بربور، هجوم ببول البعيد، دمار الشام. حتى شيخ الازهر، شيخ الازهر طبعا في احد الملامح كده عادي يعني. بص لو واحد داخل يقول له: ايه هو حضرتك درست ايه او قرات ايه عن الاسلام علشان تقول لنا تهنئه المسلمين المسيحيين بعيد الميلاد حرام؟ عشان تعرف مفيش حل. يعني الناس ديت مهما تحصل مزايده لا حل، بيزايد على شيخ الازهر. هو انسان الرجعيه خلاص ما انت بتشرسه، وبيبقى مسعور يعني، بيعض مطرح ما هو ماشي، يخرب في كل مكان. فادي نتيجه هيمنه الرجعيه الدينيه او الخرافه العربيه القديمه على العقل والحياه في مصر، المنظر اللي احنا عارفينه. الاستاذ الدكتور اشرف منصور بيقدم يعني نظره ايجابيه شويه، او راي ايجابي، بيقول لك: تعاني بلادنا من عقليات مغلقه تكره الاخر وتعاديه، وانا اقصد الاخر الديني اي المسيحيين، والانسان عدو ما يجهل. فلماذا لا نقدم للمسلمين تعريفا بالثقافة المسيحية والتاريخ المسيحي، وخاصة تاريخ المسيحية المصرية الممتلئ بالوطنية والتضحية والنضال؟ لماذا لا ننفتح على المسيحية باعتبارها تاريخا وثقافة؟ المسيحيون في مصر على معرفة وثيقة جدا بالإسلام، فهم لا ده هو أصلا في السيستم بقى يا دكتور أشرف قايم على فكرة إن أنا لازم أعرفهم بالإسلام علشان خاطر إيه أسلمهم يعني. يمكن يعني فهي نوع من الدعوه يعني. في المدارس والمناهج بيبقى فيها مضمر فيها فكره ان ايه، حفظهم قران، عارف انت، من خلال مناهج الدراسه بقى اللي هو حفظ القران اجباري يعني، في موضوعات كده في اللغه العربيه وكده، علشان خاطر اعمل لهم دعوه. وفكره ميكروفونات الجوامع ده جزء منها، فكره ان انا ادعو المسيحيين المصريين للاسلام عشان يدخلوا في الاسلام وينجوا من النار. دي الفكره، فكر العربي المهيمن على مصر كده. وفي الوقت نفسه برضه اعمل لهم تطفيش وتطبيق عليهم كده يعني، عمليه اسلامه تاريخيه يعني. فالاسئله اللي حضرتك بتطرحها دي تطرح على عقلاء يعني للاسف، لكن في الهيمنه الدينيه الرجعيه لا، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع، محدش هيوافق على الكلام ده. يعني لماذا لا ننفتح على المسيحيه باعتبارها تاريخا وثقافه؟ المسيحيون في مصر عن معرفه وثيقه جدا بالاسلام، فهم يعيشون وسط مجتمع مسلم، فهل المسلمون على معرفه بالمسيحيه؟ لا. هي معرفتهم بالمسيحيه بقى حازم شومان، الشيخ حازم شومان، الشيخ الدكتور طبيب حازم شومان اللي بيقول لك يطفوا النور ويبوسوا بعض والكلام. انا على يقين من ان طريق القضاء على التعصب والتحيز الديني والعقليات الطائفيه لن يتاتى الا بانفتاح المسلمين على الثقافه المسيحيه كي يعرفوا انهم ليسوا الوحيدين في مصر، بل يشاركهم اخرون. لا، هو الرجعيه الدينيه في هيمنتها على الواقع والحياه في مصر بيبقى هدفها القضاء على كل اختلاف، وطبعا ده مستحيل ينتهي الى تخريب الحياه، وده اللي بنحاول نقوله وننبه اليه. واتمنى يعني نكون حاولنا يعني عملنا نوع من انواع الاستعراض على الاقل يعني تثبيت التاريخ يعني على القد يعني كده في الحلقه يعني للحاله، او محاوله
بيان الحاله، ده بيان حاله يعني للواقع للاسف والعقل والحياه في مصر. إيه، حتى يعني طبعا يعني تعبير الخرافه العربيه القديمه عن نفسها في مجتمعات اخرى هو مرتبط بهنا، لان هنا انا اظن يعني انه مصر هي منصه الرجعيه الاكبر في العالم. اتمنى اكون غلطان، واظن يعني انه المقال وحش جدا، ويعني اتمنى نكون حاولنا يعني او عرفنا ان نستعرض الحاله دي، حاله الكريسماس، واتمنى السنه الجايه يعني يكون في تحسن شويه. لكن اوعدك السنه الجايه اكيد هتحصل نفس المناظر دي بتنويعات، يعني تختلف الاشخاص. ده عارف انت زي ما مسلسل بيعاد انتاجه بابطال مختلفين، بس الحقيقه بنفس الرؤيه. يعني حتى لما بتعمل كده غالبا لو يعني عاد انتاج جيده بتبقى فيه رؤيه مختلفه شويه، لا هو هيبقى بنفس الرؤيه بنفس الطريقه. ويمكن مع تزايد في مظاهر البعرنه او آه، التعصب والكراهيه ضد الكريسماس ومظاهر الاحتفال بيه. وانا اظن يعني انه يعني مثلا بعد 20 سنه 50 سنه زي ما يكون مش هيبقى في اي مظهر، هيبقى ممنوع يمكن كمان بقانون. اه انت مستغرب لو الهيمنه الدينيه الراجعيه على العقل والحياه في مصر استمرت، لازم الحاجات اللي انت شايفها ديت ممكن تاخد شكل قانون. واتمنى اكون غلطان. ده اللي عندنا النهارده، واشوفكم بخير.